السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة على حضراتكم. عندنا الأخبار وعندنا الكواليس وآخر المستجدات اللي بتدور داخل نادي الزمالك الملكي، مفاجآت وكواليس وحاجات مهمة جدا جدا. ولكن بطلب من اخواتي وحبايبي، عايزين نكمل ال 30,000. خلاص بقى تك على ال 30,000 يا رجالة، ويكونوا 30,000 أخ وأخت زملكاوية ومن الناس المحترمة موجودة معانا. فبعد إذنكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، واللي مش عامل لايك يعمل لايك وشير عشان نوصل لل 30,000 يا رجالة. وخلينا نبدأ على طول على أول الأخبار والكواليس اللي موجودة معانا بالنسبة لفريقنا نادي الزمالك. نادي الزمالك هيستأنف تدريباته النهارده الجمعة استعدادا لملاقاة الإسماعيلي بإذن الرحمن يوم الأحد المقبل. طبعا نادي الزمالك عمل مباراة ولا أسوأ المباراة الماضية أمام فاركو، والجمهور زعلان، الجمهور متضايق جدا جدا. فجوميز بيحاول يشتغل مع اللعيبة على رفع المعدلات البدنية واستغلال الفرص والمساحات اللي تيجي للفريق، خصوصا ان مباراة الإسماعيلي مباراة مش هتكون سهلة. المباراة في القاهرة ولكن المباراة مش هتكون سهلة. طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد أسامة شغال مع اللاعبين عشان يجهز اللعيبة المصابة. انت عندك موجود شيكابالا، موجود عندك سيف الجزيري، احمد فتوح، دي كلها اصابات موجوده في الفرقه. ولكن اللي عرفناه للاسف ان شيكابالا مش هيلحق مباراه الاسماعيلي، انما اللي ممكن يلحق وممكن يتم تجهيزه هو احمد فتوح وسيف الدين الجزيري. ده اللي ممكن يتم لحقهم بالمباراه ويتم تجهيزهم في مباراه الزمالك والاسماعيلي باذن الرحمن. عايز اقول عشان ما بقاش ظالم حد، لازم اقول تحيه كبيره جدا جدا للكابتن حسين لبيب ورئيس مجلس الاداره والمجلس بتاعه. زي ما بهاجمهم وزي ما بنتقدهم وزي ما بقول حاجات سلبيه عليهم، لازم اديهم حقهم واقول الحاجات الايجابيه. الكابتن حسين لبيب من ساعه ما جه نادي الزمالك دخل في ايقاف قيد يعني بتاع سبورتنج لشبونه، وهو ما كانش ليه دعوه بيه، ما كانش له ذنب فيه، والراجل اتصرف ورفعه مع مجلس الاداره ورفع القيد. جه يعني تم ايقاف القيد من جديد بالنسبه لخالد بوطيب، وهو ما كانش له علاقه برضه، والراجل اتصرف في النهايه ورفع ايقاف القيد، وفي الاخر حصل على الرخصه الافريقيه. ونادي الزمالك يا جماعه دفع حوالي 4 مليون وشويه دولار عشان المديونيات والايقافات والكلام ده كله. فتحيه كبيره جدا جدا لمجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب. عايز اقول يا جماعه الخير بالنسبه للمدير الفني جوزيه جوميز. المدير الفني جوزيه جوميز لنادي الزمالك الراجل رافض تماما 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 احمد امين اوفا، احمد عاطف وحسام حسن لاعب سموحه، ورافضهم تماما. وقال لك انا متمسك بلاعب بس. يعني جوميز شايف ان في لاعب يقدر يفيده، شايف ان في لاعب يقدر يقدم له الاضافه، وهو احمد ياسر ريان. في جمهور من جمهور الزمالك يقول لك لا ده مش مستوانا، ده لاعب قليل. طب ايه الفرق بينه وبين الجزيري او ناصر منسي؟ وجهه نظرك تحترم، ولكن ادور اقول لك معلومه. ولكن جوميز قال لك لو هتجيب لي مهاجم من مصر هات لي احمد ياسر ريان، مع عودة حسام أشرف لنادي الزمالك بالإضافة لمهاجم أجنبي سوبر. وحط تحت كلمة سوبر دي 100 خط. ده بالنسبة لموقف أحمد ياسر ريان ونادي الزمالك. كمان نادي الزمالك برضو يا جماعة الخير، أو قبل ما أخش أكمل أخباري، في لاعب كان اسمه أحمد ياسر. ده لاعب كان بيلعب في المصري البورسعيدي، بيلعب في العراق متهيألي او في ليبيا حاجه زي كده. ده كل شويه تلاقيه طالع مره مع مهيب ومره مع اخ سيف زاهر. وقاعد احمد ياسر ده، انا احسن من كهربا، انا احسن من حسين الشحات، لا ده انا احسن من مصطفى شلبي، لا ده انا احسن مش عارف من مين. وحاجه صعبه جدا جدا مع احترامنا الكامل. يعني انت يا اخ احمد ياسر مع احترامنا، انت في تاريخك كله ما فيهوش ولا بطوله. حلو حلو. بيقول لك عبد الله السعيد وشيكابالا دول اساطير، بس اللعيبه ما تقدرش تكمل اكتر من كده. دول بيفطروا فول وطعميه يا جماعه. ده كلامه هو، ده كلامه هو. يعني مع احترامنا الكامل ليك، انت لا خدت بطوله في حياتك، ولا انضميت لمنتخب مصر، ولا حتى اصلا اهلي ولا زمالك عمرهم فوضوك. مع احترامنا الكامل لشخصك، فبلاش تطلع تتكلم على ليفل اعلى منك وتقعد تقول انا احسن واحسن وتقعد تتنك وتتشرط. يعني طبعا ده يعني بلاش بلاش، ولكن ده اللي موجود. اروح بيك على نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا في حالة من الارتياح الكبير جدا جدا عند مجلس الإدارة وعند جمهور نادي الزمالك بعد رفع إيقاف القيد بشكل نهائي، والموضوع خلاص اتقفل. فنادي الزمالك هيخش على الخطوة اللي بعدها، ألا وهي خطوة التجديدات للعيبة وخطوة الصفقات. هنبدأ بالأول بالتجديدات للعيب. الزمالك خلاص جدد زي ما انتوا عرفتوا لمحمد صبحي بشكل رسمي لمدة 4 مواسم، وقفلنا الملف ده.
وفعلنا بند الشراء النهائي بالنسبه لمحمد شحاته وقفلنا الملف ده. يتبقى عندنا المفروض فيه محمد اشرف رؤى، يوسف اوباما، ومحمد عواد. الثلاث لعيبه دول المفروض عقدهم خلاص خلص. مبدئيا يوسف اوباما الاخ محمد اشرف رؤى ده مش هيكمل في الزمالك، وجوميز طلب رحيله والاداره موافقه ومفيش اي مشكله، واللاعب اصلا المدير الفني استبعده فنيا ومش محتاجه فنيا، فده بالنسبه لرؤى. اما بالنسبه لعواد، خد الانفراد ده. مجلس إدارة نادي الزمالك ادى مهلة لمحمد عواد لما بعد مباراة الإسماعيلي لتحديد موقفه بشكل نهائي وبشكل رسمي. يا تكون معانا وتجدد تعاقدك، يا تقول لي احنا خلاص انت بره الزمالك ونبتدي ندور على حارس مرمى جديد. وانا بقول لك الزمالك حاطط 3-4 حراس، رقم 1 محمد بسام، ورقم 2 عبد العزيز بلعوضي الحارس انبي، ورقم 3 محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش. دول الثلاث حراس اللي موجودين. في احد وكلاء اللاعبين ابتدى يرشح شيكا حارس مرمى فاركو، حارس ظهر بمستوى كويس قدام الاهلي وقدام الزمالك، اي نعم دخل فيه اهداف كتير ولكن فرق يا جماعه، في فرق، ولكن شيكا اترشح للناس داخل نادي الزمالك. كمان عايز اتكلم برضو يعني واقول لك جوزيه جوميز الناس اتكلموا معاه، الراجل مرحب برحيل اي لاعب مهما كان اسمه باستثناء لاعب احمد سيد زيزو. قال لك بس اللاعب اللي هيمشي تجيب لي لاعب مكانه. طيب سامسونج اكينولا اللي هرب ومجلس الاداره ما قدمش اي شكوى ضده، وهقول لك ليه ما قدمش شكوى ضد سامسونج. سامسون يا صديقي طبعا الراجل خلاص عقده يعتبر خلاص خلص، والزمالك دفع له فلوسه اللي ليه عند النادي والموضوع انتهى. طب الزمالك ما قدمش شكوى ضده ليه؟ الزمالك قال لك مبدئيا هو عقده يعتبر خلاص خلص ومش هنقدم شكوى لان احنا مش محتاجينه، وفلوسه اللي ليه عند الزمالك خدها بدل ما كان يقدم شكوى ضد النادي، وقفلنا الملف ده. فمحدش يقول لك ان سامسون جاي الزمالك وتصدق، لا خلاص سامسون بره نادي الزمالك والموضوع انتهى واتقفل تماما. ده بالنسبه لنادي الزمالك. اما بالنسبه يا صديقي الغالي لموقف وملف ابراهيم نضاي، جوميز قال لهم لو انتوا عايزين تجددوا له انا ما عنديش مشكله، عايزين تمشوه برضه ما عنديش مشكله، بس تجيبوا لي لاعب بدلا منه. الزمالك اتكلم مع الكابتن احمد سليمان عشان يجدد مع النادي، ولكن الكابتن احمد سليمان عرض عليه ان هو يجدد مقابل 400,000 دولار، وابراهيم نضاي رفض. انا بقول لك ابراهيم نضاي بياخد كام؟ ابراهيم نضاي بياخد من نادي الزمالك 900,000 دولار في الموسم، ورفض ان هو يجدد تعاقده مقابل 400,000 دولار. ده بالنسبه لموقف ابراهيم نضاي. اروح بيك لموقف اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي في القاهره، والصوره اللي انت شايفها في الغلاف دي موجود مع طارق حامد والونش والجزيري والمسلوسي والكلام ده. مبدئيا علشان اكون امين معاك وصريح، الصوره دي منتشره على السوشيال ميديا، انا ما عنديش تاكيد وما اقدرش اتاكد لك بنسبه 100% ان الصوره دي دلوقتي او قبل كده عشان اكون صريح معاك، ولكن اللي انا اقدر اكده لك والمعلومه اللي اقدر اكدها لك يا صديقي ان موقف بن شرقي يا جماعه الخير، اليوتيوبر زمايلنا المحترمين بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تقولوا تعلقوا المتابعين بكلام وهمي. طب انا هديك حاجه وانت جاوبني عليها. اشرف بن شرقي ليه ما جاش الزمالك من بدري؟ ليه؟ عشان المقابل المالي. الزمالك عرض عليه يعني من فتره، قال له هديك 900,000 دولار، والزمالك وصل لمليون دولار والكلام ده كله. انت عارف مليون دولار يعني كام؟ يعني حوالي 48 او 49 مليون جنيه، يعني داخل في 50 مليون جنيه غير الضرايب. فاشرف بن شرقي عايز 2 مليون جنيه، 2 مليون دولار اقل حاجه، فالزمالك استحاله يدفع المبلغ ده. معنى كده ان اشرف بن شرقي استحاله يجي الزمالك؟ ما قلتش انا الكلام ده. اشرف بن شرقي ممكن يجي الزمالك في حاله واحده بس، ان احد رجال الاعمال يتكفل بالصفقه بالبلد كده من طقطق لسلام عليكم، ساعتها اشرف بن شرقي يكون موجود في نادي الزمالك. غير كده انا بقول لك النادي ما فيهوش فلوس. النادي يعني عايز اقول لك على انفراد مهم، حد يعرف نادي الزمالك دفع فلوس خالد بوطيب منين؟ تأكدنا من معلومة من مصدر مهم داخل الزمالك ان الزمالك جاب قرض. ايه؟ الزمالك جاب قرض. انا قلت ان احد رجال الاعمال دفع الفلوس، عرفنا ان نادي الزمالك في احد رجال الاعمال تبرع للنادي، ولكن الزمالك عايز يلم جزء من الفلوس عشان الصفقات، ولكن الفلوس اللي راحت لخالد بوطيب اللي هو المليون يورو دي جايه عن طريق قرض، من احد البنوك. فده بالنسبه لموقف اشرف بن شرقي من طقطق للسلام عليكم. ان شاء الله ربنا يكرم نادي الزمالك فيما هو قادم، واكيد اي جديد اتابع حضرتك بيه اول باول. انتظروا فيديو باذن الله بعد ده بكام ساعه كده
هقول لك فيه على مفاجآت مدوية بالنسبة للاعيبة الراحلين عن نادي الزمالك. شكرا لكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.